السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الفل عليكم ومساء الخير يا قاهرة على 102.2 موجات راديو القاهرة الكبرى. أهلا بيكم ودايما معاكم وانتم معانا على 102.2 و2 39 23 7 11 و2 39 21 4 37. مصر الحبيبة فيها جمال كبير جدا وجمال قديم جدا. مصر الحبيبة بتتميز دايما بان هي عندها معالم أثرية وعندها معالم يعني العالم كله يشهد لها، وعندها آثار كبيرة جدا 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 من عهد الفرعوني والعهد الروماني واليوناني والإسلامي، حاجات كثيرة جدا في مصر حبيبة. عندنا ايه تاني؟ عندنا مناخ جميل متميز. نعم بنحس ساعات بالبرد، نحس بالحر كتير، بس احنا بالنسبة للعالم مناخ متميز. عندنا ايه تاني؟ عندنا بحار، عندنا البحر المتوسط، عندنا البحر الأحمر، عندنا بحار جميلة بنستمتع بيها. كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل جذب سياحي. هو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، والجذب السياحي في مصر في الفترة دي، خاصة فترة كورونا، وازاي ان احنا نتعامل معه. هنعرف الكلام ده من الناس يعني المتعمقين في المجال السياحي، واكثر حد لامس المجال السياحي في التعامل مع الأجانب من الخارج، والتعامل أيضا مع الشركات السياحية، والتعامل مع أرض الواقع، والتعامل مع المناطق الأثرية، هو المرشد السياحي. احنا منورنا في الاستوديو النهارده الاستاذ ياسر سمير، مرشد سياحي. اهلا بيك يا ياسر. اهلا بحضرتك يا فندم. ومعانا استاذ ابراهيم محمد. اهلا بيك يا ابراهيم، مرشد سياحي. اهلا بيك. يعني مهنه جميله اكيد. ممتعه. عشق ده اقل حاجه ممكن نقول عليها. طيب السياحة عشق والإرشاد السياحي عشق. يا رب يكون في حد في ثانوي سمعنا عشان يدخل سياحة وفنادق بعد نتمنى زي نتمنى. عشان المرشد السياحي ده بيستمتع بالعمل بتاعه. حقيقي، ده حقيقي. طيب نبتدي الأول ازاي المرشد السياحي بيتمتع بالعمل بتاعه، برغم ان هو لازم يصحى بدري جدا، لازم يروح مناطق، يدخل جبال، يروح مناطق اثريه ممكن في عز الحر. يعني في عوامل ما بتخلوهوش ان هو يعني يكون مبسوط، لكن برغم كده بيكون مبسوط. بيتعامل مع جنسيات كتيره جدا، منهم الحلو ومنهم الوحش. ده اكيد. فازاي بقى المرشد السياحي بيستمتع بعمله؟ هو بصي، هو حضرتك هي الشغلانه في حد ذاتها بنعتبرها شغلانه متنوعه، اوت اوف روتين، خارج الروتين اليومي، خارج العرف، مش موظف. مواعيد صحيان احيانا بتبقى بدري جدا. زي ما حضرتك قلتي بنقابل انواع كتير من الطقس. بس مجرد ان انت بتشتغلي كل يوم مع جنسية مختلفة، مع ثقافة مختلفة، مع منتاليتي، كالتشر، كل الحاجات دي مختلفة، بتديكي نوع من المتعة في الحوار. يعني النهارده مع جنسيه من شرق اسيا، جنسيه من الفار ايست، جنسيه من امريكا. دي كلها التنويعه دي في حد ذاتها بتخليكي مستمتعه بالشغل، ان انت شغلك مختلف. مش كل يوم بقول نفس الكلام، ولا كل يوم بزور نفس المكان. وبتحس دايما لما بتروح اي منطقه زي منطقه الاهرامات، معابد، بتحس بنوع من الطاقه الايجابيه اللي بتجيلك كده داخليه كده. فده في حد ذاته بصراحه يعني زياره الاماكن الاثريه بتاعتي طاقه جدا. يعني انا واحد على المستوى الشخصي من الاماكن اللي بتعمل لي، بنسميها احنا بالانجلش انرجيتيك او الطاقه، منطقه الهرم. منطقه الهرم. وعشان كده احنا بنسمع كتير اجانب بيجوا لنا من كل انحاء العالم لمجرد انه يقعد جنب الهرم، يلمس، يستند بس على الهرم. فعلا بتدي طاقه ايجابيه. مجرد ان انت تشعري تلاقي الضيف جاي لك النهارده من اخر الدنيا، راكب 16 ساعه طيران، واول ما يشوف الهرم يعني تدمع. ده مش شيء يسعد؟ ده ما يسعدكيش؟ لا طبعا. لما نلاقي واحد جاي من اكثر الدول تطورا في العالم، ومع ذلك ينحني للهرم، ينحني لما يشوف تمثال لرمسيس الثاني، ده مش داعي للفخر والسعاده؟ مجرد ان الطاقه دي بتخرج من الزبون اللي عندي لي انا،
بتديني فخر اكتر ببلدي، فبتخليني اشتغل وانا مستمتع. طبعا ده لا يمنع زي ما حضرتك ذكرت ان في طبعا جنسيات مزعجه جدا، بس ازعاجهم لانه اول مره يخرج من بلده، اول مره يجي لنا، فمش عارف طريقتنا ايه. هي ده مدى الازعاج، مش من ازعاج من المكان، ازعاج من السفر في حد ذاته زي ما بيحصل لاي حد فينا يعني. طيب استاذ ابراهيم، قول لي بقى انت كمرشد سياحي كيف تستمتع بهذا العمل؟ والله هو الشغلانه بتاعتنا في ناس كتير قوي بتشوفها ان هي او تشوف الجزء البرايت منها بس، او الجزء اللامع او البراق اللي فيها. انما اصل الموضوع ان الشغلانه فعلا صعبه كمجهود وكتوقيت وكبعد عن الاسره او عن العيله. بتبقى مجهده جدا، بس زي ما قال مستر ياسر الموضوع كله بيتوقف على نظره الزبون، مدى انبهاره لما بتتكلمي قدامه، لما يشوف الموضوع بالحضاره ويشوف التاريخ ويشوف المباني اللي حواليه. كل التعب اللي راح قبل كده، يعني ايام ما كنا بنطلع اوفرديهات من شرم الشيخ ومن الغردقه، كنا ممكن ناخد 6-7 ساعات في الاتوبيس مع الناس من الساعه 12 بالليل لغايه ما نوصل هنا الساعه 7-8 الصبح. كل المجهود ده بيختفي وكل التعب ده بيختفي اول ما بننزل الزبون يشوف الاهرامات ويسمع عنها ويشوف الارقام اللي ورا المنظر الجميل اللي هو بيشوفه. كل التعب ده بيروح، وكل المجهود اللي بنبذله مع الزبون مهما كانت جنسيته بيختفي لما بنحس ان الزبون فعلا مقدر. يجوز احنا الوضع بتاعنا حاليا في حاجات فيها شوية تقصير من هنا او من هنا حوالين الهرم، النظافة او كده، بس لما الزبون بيشوف الحضاره بتاعتنا وبنحاول نلنك له الوقت ان في مجهودات بتحصل في البلد عشان تتطور وعشان نغير من الوضع ونحاول نرجع لجدودنا القدام ازاي وصلنا للمرحله دي. عايزين نرجع لهم وعايزين نبني مصر تاني تكون من الرواد في المجال، والحمد لله وصلنا فتره كويسه ان احنا نرجع جزء كبير من السياح اللي كانوا بداوا يسيبوا مصر بعد الفتره بتاعت الثوره والقلاقل. الحمد لله رجعت الدنيا وبقى عندنا، وصلنا لاكثر من 10-11 مليون سائح في 2018 و13 مليون سائح في 2019. فكمهنه كلنا بندمنها مهما بعدنا عنها ومهما أثرت علينا في الدخل ومهما حصل مشاكل دروبات. في ناس اللي ما بتقدرش او ما بتقدرش تروح تشتغل في حاجه تانية لان هي بتعشق وبتحب فعلا الشغلانه ديت، مش بس عشان الناس فاكره ان احنا بنروح نتفسح وبناكل مع الزباين وبنروح فنادق. بس في واقع الامر الموضوع مجهد طبعا، ستريس جامد جدا. مسؤول عن مجموعه ومجموعه دي جنسيات مختلفه وامنهم وسلامتهم في رقبتك. مظبوط، احنا بنتعامل مع الشرطه، بنتعامل مع المنطقه والبياعين. مظبوط وانت واجهة بلدك ان انت لازم تبين حتى لو في حاجه تصرف من حد تاني سلبي لازم انت اللي توضح الصوره، انت المسؤوليه عليك كامله. يعني احنا بنحييكم طبعا مرشدين السياحيين كلهم في مصر. موضوعات كتيره جدا جدا عن السياحه وعن الارشاد السياحي وعن ازاي ان احنا في اوقات في كورونا دلوقتي مؤثره فعلا على النشاط السياحي في العالم ليست في مصر فقط. تليفوننا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. لسه مكملين مع بعض فترتنا مساء الخير يا القاهرة على 102.2 ومصر الحبيبة والسياحة في مصر الحبيبة. منورنا في الاستوديو الأستاذ ياسر سمير والأستاذ إبراهيم محمد مرشدين سياحيين. اتكلمنا في اللينك الأولاني عن الإرشاد السياحي ووظيفة الإرشاد السياحي وأنها وظيفة شيقة وممتعة ومتعبة في نفس الوقت. دلوقتي احنا في 2020، يعني انت ياسر قلت لي ايه لا ابراهيم قلت لي احنا في 2018 2019 كنا محققين ايرادات كثيره جدا في السياحه. طيب ال 2020 طبعا بسبب كورونا وبسبب اغلاق الطيران وحاجات زي كده كل ده اثر على الاقبال السياحي في دول العالم كله وخاصه مصر. يعني كلموني على الازمه دي كان وضعها ايه؟ احنا لو تفتكر حضرتك احنا الازمه بالنسبه لنا احنا هنا في مصر هي موجوده عالميا من شهر 12 اللي فات او 11 بالتحديد. يعني هي كوفيد 19 ده بدات الازمه في الصين من شهر 11-12. فلو طرقناها نقول ان السوق الصيني بدا يقف عندنا في مصر ابتداء من شهر 11 السنه اللي فاتت 11 2019. بقيه السوق عندنا او بقيه الجنسيات ما تاثرتش.
لحد بالظبط شهر 3. يعني انا كان اخر شغل كان معايا كان في بالظبط 18/3 2020. من الفترة دي بقى لما بدأت تسمع عندنا هنا في مصر تمام، وغلق الطيران هي اللي عملت يعني ممكن نقول ايه، وقفت المجال السياحي عندنا تماما، هو غلق الطيران واللي ما زلنا متأثرين بيه لحد النهارده. طبعا أزمة كورونا كانت أزمة بشعة جدا على مستوى العالم، وضربت السياحة في مقتل مش عندنا احنا بس، على مستوى العالم. ودول كتير قوي بعد لما حاولوا يفتحوا تاني لما الأعداد قلت وزادت فاضطروا قفلوا، زي اسبانيا والمانيا وانجلترا وفرنسا، دول كتيره اتاثرت بيها. احنا كان التاثير اكتر بالنسبه لنا لان احنا قطاع كبير جدا بيشتغل في مجال السياحه. انا مش بتكلم هنا عن مرشدين او محلات سياحيه، لا ده في قطاعات تانية مرتبط شغلها بمجال السياحه. فاحنا ممكن نقول المجال السياحي عندنا واقف من شهر 3 وما زال، وان كان يعني بنقول في بعض الاجانب بيجوا كده على مدد في الوقت اللي احنا فيه حاليا دلوقتي يعني. ده الازمه، ده التاريخ الازمه الحقيقيه عندنا. كنتوا بتعملوا ايه؟ المرشدين السياحيين اللي اعتمادهم، طبعا في مرشدين اعتمادهم على السياحه وجه اساسي صح؟ ده حقيقي طبعا، هي اساس دخلنا. بس هقول لحضرتك على حاجه. انا كمرشد شويه اقول ان انا قديم لان انا خريج قديم شويه. اتعودنا على الصدمات عندنا في المجال الإرشاد، كل كام سنة نسمع عن حاجة بتوقف المجال شوية. فممكن تقول احنا اتعودنا على ان احنا كل فترة يحصل توقف، بيبقى لازم بنكون شايلين يعني جزء كده، عاملين حساب الى حد ما. بس المشكلة ان المرة دي الموضوع كان صعب اكتر، لان مفيش اي بدايل للدخل. يعني احنا لما كانت بيحصل اي ضربة للسياحة او كده كانت بتاخد فترة بسيطة وتشتغل، لكن المرة دي عشان من شهر 3 للنهاردة في شهر 12 اكتر من 7 شهور كانت ضربة في مقتل، وكتير جدا من الناس اللي شغالة في مجال السياحة وقعوا جدا وتأثروا. بس هنعمل ايه يعني بنحاول بقدر الامكان نكيف امورنا على ما هو متاح. طبعا ما بنعيش بنفس المستوى اللي احنا متعودين عليه، لكن يعني ما فيش حاجة غير كده. وبرضه كل مرشد سياحي وكل واحد في مجال السياحة لسه ما زال عنده الامل انه يشتغل ويشتغل احسن. طبعا لا هتلاقي اي حد كده في المجال. حدثني بقى يا ابراهيم على الازمه، هذه الازمه التي كانت في العالم. عايزين نتحدث عن العالم اولا ثم نتحدث عن مصر. والله هي الازمه دي اول مره احنا نحس بيها بالشكل ده. ليه؟ لان الموضوع مش ازمه داخليه عندنا احنا في مصر. كل الازمات اللي فاتت كان كلها لوكال جوه مصر، سواء كان ضربه الاقصر، احداث 11 سبتمبر، الارهاب، الثوره، حتى موضوع الطياره الروسيه اللي وقعت في شرم الشيخ، كان كلها ازمات داخليه. بس رغم كده كان في لسه سياح بيجوا، كانوا بعض المناطق في مصر كانت بتشيل المناطق الثانيه. احنا عندنا في مصر ما شاء الله يعني عندنا مقاومات في شرم الشيخ، في الغردقه، مرسى علم، الاقصر، اسوان، القاهره. فلما كانت الموضوع بيتاثر في القاهره كان بيعوضوا شرم الشيخ والغردقه. بس المره دي عشان الازمه عالميه، العالم كله تقريبا توقف عن الحياه في كل المجالات، مش مجال السياحة بس أكتر مجال في العالم كله تأثر ماديا وفي الشغل هما قطاع الطيران والسياحة. لأن القطاعين دول بالذات هما بيعتبروا محتاجين الأمن والأمان والصحة، وإن الدنيا كلها تكون مفتوحة. فأول مجال اتأثر الموضوع ده هو الطيران والسياحة. العالم كله كان بيعاني ومصر معاهم. كان دايما لما بيحصل أزمة في السياحة عندنا احنا في مصر هنا كنا الناس بتغير مكان شغلها، بيروحوا يشوفوا شغل مؤقت يشتغلوا فيه. إنما حاليا كان الموضوع كان فترة كانت صعبة جدا علينا. المرشدين طول عمرهم بيسموا نفسهم سفراء مصر في الداخل. ليه؟ لأن احنا اللي بنقدم مواجهة البلد للأجانب. فكان صعب عليهم لما يستمروا لمدة 10 شهور في الأزمة، صعب عليهم كانوا يتكيفوا على الموضوع دوت. في بعض اللغات، بعض الجنسيات أو بعض اللغات اللي بيحسها المرشدين السياحيين زي الألماني زي الأسباني كان عندهم فرص تانية. يعني الفترة اللي فاتت دي كان عندنا بنية تحتية اتعملت في القرية الذكية وفي المعادي، برضه القرية الذكية في المعادي، سمحت لأن بعض المرشدين يغيروا الكارير بتاعهم من الإرشاد للكول سنتر. الدول العالم بقت تفتح الكول سنتر بتاعها هنا في مصر. فده خد بعض المرشدين الألماني والأسباني وبعض اللغات النادرة إن هم بقى عندهم دخل. إنما الأغلبية بتاعت المرشدين كنا احنا حوالي 20,000 مرشد. اللي باقي في المجال حاليا لا يتعدى 2000-3000 مرشد.
فالازمه المره دي كانت قويه. يعني الباقي في المجال حاليا 2003 بس اللي شغالين في المجال دلوقتي حاليا 2003 وبيت كتير كمان، والباقي كله متمسكين. لكن الباقي كله اشتغل في مجالات تانية، كله غير. الدولة طبعا زي ما قلنا يعني حاولت الفترة اللي فاتت طبعا حاولت الفترة اللي فاتت تعمل دعم لكل مجال السياحة. وسيد رئيس الوزراء نزل منحة للمرشدين. بس المنحة توقفت بسبب موضوع المعلومات الخاصة بالمرشدين. فيهم مرشدين متفرغين وفي مرشدين شغالين في جهات تانية، فبيراجعوا بعض البيانات. طبعا المنحة دي كان في ناس كتير جدا مستنياها. احنا بنحاول في ايام الشغل نشيل جزء للايام اللي كنا متعودين زي ما قلت حضرتك اكتر من 10 15 ازمه في ال10 سنين اللي فاتوا. بس برضو المده كانت طويله، وفي ناس من عندنا يعني ظروفها كانت صعبه جدا جدا جدا. ومن هنا لو اقدر اخد المنبر بتاع حضرتك ان انا ناشد المسؤولين في وزاره التضامن وفي رئاسه الوزراء انهم يسرعوا اكثر في اجراءات عوده المنحه للمرشدين، لان دي طبعا في مرشدين كتير جدا في الفتره دي محتاجينها، وهيبقى شيء كويس جدا. عاملين نقابة؟ عندنا نقابة من الثمانينات للأسف. بس فعلا أنا بسأل سؤال إيه ده السؤال ده. لا فعلا عندكم نقابة، بس النقابة دي يعني مش قصدي عندكم نقابة، عندكم إيه هو دور النقابة؟ النقابة في نقابة المرشدين للأزمات، في الأزمات دي كمان. النقابة موجودة طبعا، وموجودة زي ما مستر إبراهيم قال من الثمانينات موجودة. بس هي المشكلة برضو دور النقابة تمام كهيئة ما تقدرش تغطي العدد المهول من المرشدين، لأن الدخل والقوانين والروتين اللي رابط بيه النقابة يخليها ما تقدرش تتصرف بشكل كبير. بمعنى أدق الأزمة أكبر من كيان النقابة إن هو يديرها. يعني لو حسبناها، لو طلعت انا بره المجال شويه وقلت ازاي النقابه الدخل الشهري ليها السنوي ليها 70 جنيه اشتراك نقابي لكل مرشد سياحي، هتقدر تصرف على 10,000 مرشد سياحي لمده 9 شهور. في نفس الوقت العدد النهائي 18,000. ال 18,000 مرشد مش كلهم بيدفعوا الاشتراك السنوي، فالدخل العام للنقابة قليل. في المقابل الأزمات اللي بنتعرض ليها كتيرة، فبيبقى الموضوع صعب. فهو مرتبط بجانبين: الجانب الأولاني الجانب المادي، القدرة المادية للنقابة انها تقدر تغطي كل الأزمات دي والعدد ده كله، والجانب الثاني الجزء القانوني والروتيني اللي بيحكم أداء النقابي المالي. فده طبعا مخلي دور النقابة يعني يكاد يكون مش واضح ومش باين، مش مؤثر تماما. مجرد دورها يعتبر اجتماعي اكتر منه مادي. يعني خدمات ماديه او خدمات يعني اجتماعيه اكتر كبيره. لسه مكملين مع بعض فترتنا مساء الخير يا القاهره على 102.2، ومنورنا في الاستوديو منورنا الاستاذ ياسر سمير واستاذ ابراهيم محمد المرشدين السياحيين. انت بقى عايز تعمل ايه من خلال وجودك في البيت او وجودك في شغلك وانت مش مرشد سياحي؟ ايه الافكار بقى اللي احنا نعملها عشان نرجع او نحاول ان ندي صورة اخرى لمصر خارجية، ان احنا نستقطب سياحة، وان احنا نعيد ان احنا ندي مرحلة امان، ان احنا في قواعد احترازية كتير. الكلام ده كل دي رسائل ان احنا محتاجين نبعتها في الوقت الحالي. افكاركم واقتراحاتكم من خلال الراديو على 239 23 7 11 و 239 21 4 37. لسه مكملين مع بعض فترتنا ومساء الخير يا القاهرة على 102.2، ومنورنا في الاستوديو الأستاذ ياسر سمير والأستاذ إبراهيم محمد المرشدين السياحيين. النهارده بنتكلم على يوم مهم جدا، هو اليوم العالمي للفساد. كفاح الفساد ده هو الذي تقوم عليه الدول. يعني لما يكونش فيه موضوع فساد في منطقة في أي حاجة مصغرة، فبيكون عليه الفساد ده ليه أشكال كتيرة جدا جدا أكيد. جدا جدا. أكيد. إيه أنواع الفساد اللي أنتم ممكن تقابلوها في الوظيفة بتاعتكم برغم أن أنت مرشد سياحي حر؟ إيه اللي ممكن يحصل حاجة؟ ايه الحاجات المواقف اللي انت بتشوفها تحكم عليها ان ده موقف بينتمي الى الفساد؟
لا احنا في مجالنا بنواجه حاجات كتيرة جدا يعني. يعني احنا يعني على سبيل المثال للحصر يعني من بداية تحركي مع الزبون من الفندق مثلا بيقابلني ممثل شرطة، الممثل اللي هو شرطة سياحة إذا كان أمين شرطة أو كده، بالرغم من كل اللي بتعمله الدولة عشان تيسير شغلنا احنا كمرشدين سياحيين، بس بتبقى فيها فئة معينة تمام مش هنقول مش فاهمين شغلهم، هو مش عايز يبين ان هو فاهم شغله، بيحاول يجبر المرشد ان هو يديله مبلغ يتجاوز علشان يمشي شغله. دي بتبقى عناصر بسيطة انت بتقابلها يا سيدي. ايوه في بعض احنا ما قلتش كل، انا ما قلتش كل، انا بس بقول بعض الفئات دول. انت كمرشد سياحي يعني المفروض الواجب الوطني يقول لي تعمل ايه؟ انا على طول بصي هتلاقي مش انا بس، هتلاقي معظم المرشدين اللي هم الشرفاء اللي عايز يشتغل مظبوط تمام، لما بنلاقي عنصر من العناصر دي، عناصر اللي هي بيحاول ان هو يشتغل بطريقه غير قانونيه، على طول بنرده في نفس الوقت، لان بيبقى ليه قياده جوه الفندق. ولو حصل معنا في الموقع مثلا في موقع اثري ولا حاجه، برضو من بعض العاملين في المناطق الاثريه برضو بيحاول يضغط على المرشد، يعني بمعنى صح بمعنى غير مباشر ان هو يحاول يستفز ان هو يدفع فلوس. تمام. الطبيعي جدا عشان اقوم حاجه زي كده ببلغ على طول المدير المباشر ليه، لأن أنا بعتبر ده نوع من الفساد، مش هيبوظ شغلي أنا كمرشد على المستوى الشخصي، هيبوظ منظومة كاملة ويدي شكل وحش قدام الأجنبي اللي داخل مصر. وأعتقد برضو مستر إبراهيم برضو ممكن يكون عنده برضو حاجات تانية حصلت معه هو بالمستوى الشخصي برضو. إيه احكي لنا أستاذ إبراهيم. والله هو قصة الفساد يعني قعد فترة طويلة يعني ينخر في عظم المؤسسة المصرية، من أصغر موظف لأكبر موظف. الفترة اللي فاتت دي في الدولة بتحاول تصلح أمور كتير، تقنن حاجات كتير، تخلي كل حاجة قدام عين الدولة. التعاملات المادية عندنا في مجالنا احنا الخاص في فساد في منظومة السياحة عموما، محدش بيدفع ضرائب. الشركات بتقلل الكوست بتاع الرحلة بتاعتها، ساعات بتنزله بخسارة، وفي موظفين بيساعدوهم على الكلام زي كده. المفروض ان مصر يكون ليها ستاندرد معين من الزبون، يجي لنا زبون كويس دافع مبلغ كويس في زيارته لمصر، ده بيدي للدولة الضرائب بتاعتها فتقدر تحسن الخدمات. الفلوس اللي الدولة تحطها في بعض الأماكن عشان تحسن شكل المؤسسة زي حمامات عمومية أو أسوار أو بوابات إلكترونية، كل ده بيحصل مشاكل في عملية تنفيذ الشغل ده، فده بيأثر على استمرارية الخدمة. زي الحمامات في منطقة الأهرام مثلا، عملنا كذا مرة واثنين وثلاثة، بس شوية والمكان بيتبهدل أو يطلبوا فلوس زيادة. طريق سقارة اللي دلوقتي حاليا بيجري تعديل وتحويل الكورنيش صغير جديد، بدأ فيه من أول تقاطع طريق سقارة لغاية ما وصلنا لغاية الطريق الدائري، ومكملين عشان صورة وشكل مصر. الناس تقول ازاي عندكم الآثار دي، وازاي بيجي لكم الدخل الكبير دوت من الآثار ومن التذاكر، والمكان ما فيهوش خدمات. الدولة بدأت تتوجه للقطاع الخاص، زي دلوقتي حاليا منطقة الهرم هيشرف عليها شركة خاصة، يبدأوا يشوفوا الاحتياجات بتاعتها، يعملوا طفطف كهربائي أو أتوبيسات كهربائية، هيبدأوا يعملوا مشاريع زي كده في المنطقة. فدوت تحول الدولة للقطاع الخاص للمساهمة معاها هيقلل جدا موضوع الفساد اللي كان مؤثر شوية كتير على المجال. فإن شاء الله الفترة الجاية ديت يبقى في تحسن في الموضوع دوت. إن شاء الله إن شاء الله. ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا، ابقوا معنا على موجتنا. لسه مكملين مع بعض فترتنا ومساء الخير يا قاهرة على 102.2 وتليفوناتنا 239 23 711 و 239 21 437. منورنا في الاستوديو الأستاذ ياسر سمير والأستاذ إبراهيم محمد المرشدين السياحيين، وتحدثنا عن المرشد السياحي واستمتاعه بالعمل الخاص به، وأيضا تحدثنا عن الأزمات التي واجهت العالم وأيضا مصر في فترة كورونا، وتحدثنا أيضا كيف نواجه الفساد في مهنة السياحة والإرشاد السياحي. عايزين نتكلم بقى على المستقبل،
بنتكلم على المستقبل ان شاء الله هيبقى حلو جدا بنفسه. وعايزه انا اقدم لكم نموذج. المرشدين السياحيين اتحدوا مع بعض وعملوا نموذج حلو قوي هنتكلم عليه بس بعد ما ناخد الاتصال التليفوني الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. تحياتي لكل ضيوف البرنامج. اهلا بحضرتك دكتوره هدى. والموضوع طبعا ده يعني مهم. انا ارى انه مساله السياحه او اي نشاط انساني يخص الشعب كله والمجتمع انه لابد اولا يكون فيه ايمان به بان ده موضوع قومي او مشروع قومي او قضيه قوميه. يعني تهم جميع فئات المجتمع. وعلى هذا انا يعني عاصرت بعض احداث كانت بتؤلمني جدا زي القضاء على فندق سميراميس. ما اعرفش يمكن انت تفتكريه او ده في السبعينات الكلام ده. هو اولا بصي يا دكتور هدى بعد اذنك بس عشان احنا مش هينفع ان احنا نقول اسامي فنادق. انت قولي ده بقى ما هو في بيت الاموال زي ما كنت بتكلم على يعني هي القضيه دي خاصه بايه؟ طيب القضيه دي خاصه بايه؟ طيب بصي بدل ما نتكلم في الموضوع ده انت فكرك ايه بقى؟ ثواني بس يا دكتوره بعد اذنك. فكرك ايه في ان احنا نعمل تطوير لمنظومه السياحه في الفتره القادمه مع ازمه كورونا؟ دي مباني وانا ضربت مثال بالفندق ده. مباني ذات اثر طراز معماري فريد وتعتبر اثر كمبنى ما يصحش انه يمارس اصلا. وده نموذج لكثير من المباني الاثريه اللي هي كانت مصدر جذب سياحي لينا لجمالها ونظرتها. فبدل من صيانتها ندمرها ونعمل مباني ذات طراز معماري حديث ما فيهاش اي. طيب هو في الفتره يا دكتوره يا استاذه يا مدام هدى احنا دلوقتي حاليا اعاده الطراز المعماري القديم ده بنعمله بنرجع القاهره القديمه دلوقتي حاليا في وسط البلد وحاجات ده كلها. هو سؤالي محدد عشان احنا ما عندناش وقت كتير. انت اقتراحك ايه عشان نعمل جذب سياحي للاجانب؟ وبرضه للمصريين والعرب والمصريين والعرب سياحه داخليه. السياحه الداخليه هي اللي مضمونه اكتر. اقتراحك ايه؟ ده اولا اسلوب اساليب الدعايه تتغير تتطور. يبقى مثلا يعني كان في برنامج ظريف قوي كان 5 دقائق يومي في التلفزيون في القناه كان اسمه 5 سياحه. كان الله يرحمه على جلال فرج. ليه ما يرجعش وكان بيبقى مصور؟ ليه ما نركزش على الاماكن الجميله ونحافظ على الجمال اللي موجود ما ندمروش، خصوصا الجمال المرتبط بالبيئه اللي هو الخضره والاماكن الجميله. والنقطه دي بالتحديد بقى وجعتني قوي قوي ان انا النهارده رجعت من بره لقيت قضي على الشجر اللي خلف البيت العظيم اللي مرفوع لحد فوق. طب ما هو ده تدمير للبيئه. طيب مش هندخل في مجالات تانية. شكرا ليكي واقتراحاتك يا دكتوره هدى، نورتينا وسعدنا بكم على الهواء. شكرا ليكي. نرجع نكمل كلامنا. عايزين نقول المستقبل، واحنا كنا اتكلمنا ان انتوا عملتوا منظومه جميله جدا كمرشدين سياحيين. عايزك تحكي لنا عليها يا ياسر. هو اللي احنا حاولنا نعمله ادينا اكتر من سنة ان هو مجموعة من المرشدين السياحيين اتجمعوا على فكرة تكوين كيان واحد يجمعهم كلهم، وهي كشركة بشكل فعلي شركة. تمام. شركة مساهمة جمعت مجموعة المرشدين، لان احنا بنحاول ان احنا نقنن شغل المرشد. انت عارفة المرشد شغله حر، فطول عمر المرشد بيشتغل عند الشركات. فكانت الفكرة من اساسها ان احنا بنحاول ان احنا حاولنا والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا فعلا نجمع مجموعة كبيرة من المرشدين، اكتر من 90 مرشد تحت كيان شركة واحدة
شركه سياحه واحده، على اساس ان شاء الله كده يبقى الشركه دي، يبقى المرشد بعد كده يدير شغله من خلال جوه شركته، ومبقاش محتاج ان هو يشتغل تحت شركه تانية او كده. ده كان الاساس. ومستر ابراهيم اكتر واحد يمكن تبنى الفكره دي من بدايتها، وده كانت الحاجه اللي اول مره من اكتر من 20 سنه ان المرشدين كلهم يتجمعوا تحت لواء شركه تضمهم مع بعض. برضو كلمنا على هذا الكيان برضو، وانتوا هدفكم ايه، ان انتوا تعملوا ايه في الكيان ده؟ بص حضرتك، الحلم ده يمكن قديم شويه، من اكتر من 20 سنه. كل المرشدين الزملاء الكبار في المهنه من زمان حاولوا ينفذوه. دايما المرشد زيه زي المندوب السياحي، زيه زي العام في الفندق، كل دول الناس هم الواجهه بتاعه السياحه، بس دايما ما لهمش مكان في الكيان الاقتصادي للشغل نفسه. دايما بنشتغل لما الفتره تكون في شغل بيشغلونا، فتره ما فيش شغل بيبقى الوضع صعب علينا. فاحنا حاولنا ننقل نفسنا من خانة الموظف فقط لخانة الموظف والمالك للشغل بتاعه. الشركات، الموظفين، الاوبريتورز كلهم قاعدين جوه الشركة ما يعرفوش كتير قوي عن احتياجات الزبون، طلبات الزبون، ايه الاماكن اللي عايز يشوفها. ففكرنا ان احنا ننقل خبراتنا كمرشدين ونتعامل مع الاجانب بكل جنسياتهم، ان احنا نقدر نعمل لهم نوع السياحه اللي هم يحبوه. نمزج ما بين الثقافي والترفيهي، ما بين زيارات اللايف ستايل، رؤيه الشوارع والاماكن والووكينج تورز في الشارع، وما بين الزيارات التاريخيه الاماكن المعروفه. عايزين نطور شويه في منظور السياحه، فعشان كده عندنا افكار جديده خاصة بشغل السياحة لاكتساب جزء كبير، جزء كان مفقود من السياحة هنا في مصر، وجزء كبير من تورتة السياحة العالمية اللي بيمثل أكثر من 10% من السياحة العالمية، اللي هم الكبار السن اللي عندهم أصحاب الهمم أو أصحاب الإعاقات. كل النوعية دي من السياح ما بتجيش مصر لأسباب كتير، منها البنية التحتية اللي كانت متأثرة الفترة اللي فاتت. فاحنا عندنا أفكار جديدة جدا وأفكار خاصة بالمستقبل، خصوصا ان السياحه قبل كورونا مختلفة تماما عن السياحة بعد كورونا. السياحة قبل كورونا وشغل الكلاسيك او الشغل الطبيعي في الترويج للسياحة المصرية مش هينفع تاني بعد كورونا. الفترة اللي الناس كلها في العالم قعدوها في البيت اكثر من 10 شهور خلى الناس كلها، حتى الكبار منهم في السن او اللي ما كانش عليهم كونتاكت بالتكنولوجيا، بدأ يتسوق عن طريق النت، بدأ يتفرج عن طريق النت، يشتغل عن طريق النت من جوه بيته. فاحنا محتاجين نوصل للناس دي مطرح ما هم موجودين، مكان ما هم موجودين في بيتهم. فالسياحة والتسويق للسياحة المصرية خلاص مع عهد هيئة تنشيط السياحة والشغل المكاتب والسفارات، ده مش هيجيب سياح تاني. الفترة الجاية كلها بتتكلم على الشباب والبلوجرز وقنوات اليوتيوب والتسويق الالكتروني بالمنظر ده، هو ده اللي هيجيب للسياحه. اكتر ناس يقدر يفيد مصر في المجال ده هم المرشدين، لان هم اللي ليهم كونتاكت. انا بخلص اليوميه بتاعتي او بخلص التور بتاعتي، باخد الفيس بتاع الزبون بياخد الفيس بتاعي، بيبقى فيه كونتاكت بيننا. فمين يقدر يوصل مصر في احسن صوره ليها ويجذب الزبون ده واهله واصحابه اكتر من المرشدين. فاحنا قررنا ان بدل ما يبقى شغل المرشد من وراء الستاره خفي بدون ما يدفع ضرائب او بدون ما يبقى عليه اي نوع من الرقابه، نحن نكون مع بعض كيان اقتصادي نقدر نحط فيه طاقتنا ونقدر نفيد بيه البلد، وفي نفس الوقت نقدر يكون لينا دخل كمرشدين يعوضنا عن الفترات اللي هتقف فيها السياحه. انا عايز اكون مالك وعايز اكون مشارك بجد، مش ببني في حاجه مش بتاعتي. بعد 10 15 سنه من الشغل مع شركه بيقول لي مع السلامه، انا مهنه حره ما عنديش اي دخل تاني، فليه ما اكونش انا كمان مشارك؟ انا هفيد السياحه، هفيد البلد، وانا كمان عايز استفيد. فمن النقطه دي حاولنا نعمل شركه مساهمه المرشدين يقدروا يتجمعوا فيها بشكل قانوني، يدفعوا فيها بعض من مدخراتهم اللي عندهم، بحيث ان هم يستثمروا جوه السياحه وكمان في المستقبل كمان بره السياحه او في انشطه مكمله للسياحه. افكار كتير وكافيتريات ومطاعم ممكن تتفتح في الشركه، حاجات بسيطه ممكن تعمل جوه المناطق السياحيه تدي شكل فرعوني
وتقدم خدمات مش لاقيينها السياح حاليا. ليه ما نعملش جولات بالعجل؟ ليه ما نستهدفش مجموعه مهمه جدا من السياح في العالم، الناس اللي بتحب تلف بالموتوسيكلات او بالعجل ويتنظم لها. كل الافكار دي بنفكر فيها كمرشدين. ما كانش حد بيسمع لنا في الشركات، عشان كده دي وظيفه او دي اهميه الفكره بتاعت الشركه بتاعتنا الجديده، المرشد. تمام. جميلة جدا. شكرا لك. طيب ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا. ابقوا معنا على موجاتنا وتليفوناتنا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. لسه مكملين مع بعض. ومساء الخير يا القاهرة على 102.2 ومصر الحبيبة والسياحة بها. نورنا في الاستوديو ياسر سمير وابراهيم محمد، مرشدين سياحيين. تحدثنا عن مواضيع كثيرة جدا تخص السياحة والإرشاد السياحي. عايزين وقفنا عند نقطة ان هي المستقبل، وقلنا الشركة الجميلة اللي انتوا عملتوها مجموعة المرشدين السياحيين عشان خاطر تبنوا المستقبل، وعشان خاطر تعلوا نسب القدوم السياحي ان شاء الله لمصر، وتبقى خدمة للبلد، وبرضو مجهود ليكوا يعود عليكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب كيف يقوم المرشد السياحي بالجذب السياحي لبلده؟ زي ما قلنا ابراهيم قال حكايه الفيس، هو بيبقى كونتاكت. بص حضرتك، هو بالفعل بالرغم ازمه كورونا اللي موجوده دلوقتي والطحانه لكل الدنيا، لكن انا ممكن اقول لك ان لسه ما زال في اجانب موجودين النهارده في مصر. صحيح العدد قليل جدا، يعني يكاد يكون يعني يتعدى على الايد الواحده، بس ده موجود. والاجانب اللي موجوده حاليا دلوقتي في مصر بمجهود المرشدين السياحيين. اقول لك على تجارب برضو عملها مرشدين سياحيين جمال زملاء لينا. بدأوا ينزلوا صور ليهم قديمة مع أجانب وينزلوها على السوشيال ميديا. دي حاجة كويسة. بدأ كل زميل ينزل في الفترة الأخيرة دي مع أجنبي، رغم أن الفترة كده قليلة، ينزل عشان يدي رسالة طمأنينة للأجنبي بره. بعض الزملاء برضو من المرشدين عملوا بعض الحديث الصغيرة والصور الجميلة لبعض المناطق الأثرية وشيروها على قنوات اليوتيوب بتاعتهم. كل ده شغل تمام بيدي رسالة طمأنينة للأجنبي بره ان احنا بلدنا جميلة، ما عندناش الخوف الشديد جدا من موضوع كورونا. زي ما حضرتك قلت في بداية البرنامج، جو مصر الدافي، الشمس اللي طول السنة دي كانت حصن مننا ان احنا نتحافظ على ان ما يبقاش فيه المرض منتشر. فالمرشد عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق قنوات اليوتيوب الخاصة، عن طريق ان هو يبعت صور ليه مع اجانب، يبعت حديث يظهر. في بعض الزملاء كمان، وانا كنت واحد من المشاركين فيهم، بدأوا يعملوا جولات في مناطق اثرية وينزلوها على السوشيال ميديا. تمام. واحنا واخدين الاجراءات الاحترازيه تمام عشان نقول لهم ان كل المناطق الاثريه دلوقتي مفتوحه بكامل طاقتها، مفتوحه بكل المواعيد بتاعتها العاديه، عشان بنقول لكل اجنبي يقدر يجي يزورنا دلوقتي. الدنيا عندنا كويسه والدنيا جميله ومنتظرين. فكل ده جهد من مرشدين سياحيين، كل هدفهم ان مصر تبقى في اعلى مكان، وان احنا نرحب بكل اجنبي عندنا. طبعا. فكرة حضرتك بقى ابراهيم؟ والله احنا قبل كده اتكلمنا عن دور السوشيال ميديا والاعلام البديل اللي بدأ يظهر ويسيطر على العالم كله، ان احنا لازم نستغل ده، نبعد عن القنوات الكلاسيك او الطبيعية في الدعاية. كان عندنا افكار ان المرشدين يبدأوا يتواصلوا مع البلوجرز العالمية اللي عندهم 1.5 مليون و200 و300 ألف متابع على الصفحات بتاعتهم. الناس دي لما احنا نعزمهم مصر كدولة أو كشركات راعية، تعزمهم مصر، يعملوا معهم تور جوه مصر، المرشد يشرح وهو والبلوجر دوت يبدأ ينقل الصور بتاعته والفيديوهات بتاعته على السوشيال ميديا، بيشوفوا 100 و200 و300 ونص مليون متابع ليه. مفيش أي وسيلة دعاية بكم الفلوس دوت أو بالمصاريف الصغيرة ديت هيوصل لنفس الناس ده ويبقى دي نفس الإفكتيف عليهم. دي افكار المرشدين، افكار ان احنا لازم نستغل الامكانيه بتاعت مصر، الامكانيات الشخصيه او القدرات المصري في مجالات كتير زي السياحه العلاجيه. احنا بالنسبه لدول كتير في العالم بتستغل الدكتور المصري، الطبيب المصري الباهر اللي بيطلع يشتغل بره وبيشرفنا في كل حته. ليه الاجنبي ما يجيش يتعالج هنا في مصر ويعمل سياحة في نفس الوقت؟ ليه ما يجيش يعمل عمليات؟ ليه ما يجيش يعمل تقويم للسنان أو
عمليات، زي ما فتره من الفترات كانوا بيحاولوا يعملوا علاج فيروس سي هنا في مصر مع السياحه. الحاجات دي احنا لو ركزنا عليها هنجيب شغل كتير. الفتره اللي فاتت دي كان عندنا اكتر من 4.5 مليون سايح في عربي بيجي مصر. نقدر نشوف اكتر هم السياح العرب دول ليه بعدوا عن مصر، نوفر لهم اللي هم عايزينه. ليه ما نفكرش بره الصندوق؟ ليه ما نفكرش ان احنا ممكن نعمل فنادق ومنتجعات متكيفة مع الفكر العربي. أنا عايز مكان كويس، عايز برايفسي كويسة للأسرة بتاعتي، أخلي اللي بيخدم أو اللي بيشتغل جوه الفندق في ميل بس، فيبقى الأسر العربية تيجي بكثافة ويستمتعوا ويقضوا ليالي سياحية أكتر. كل الأفكار دي موجودة عند الناس اللي بيعملوا تاتش أو لينك مباشر مع العميل، مش الناس اللي قاعدة بس في المكاتب. فاحنا عندنا أفكار كتير جدا إن شاء الله بالنسبة للشركة بتاعتنا. مش بس شركتنا، احنا بنتمنى كل العاملين في المجال السياحي اللي بيعملوا فعلا شغل مع الأجانب بشكل مباشر يبدأوا يكونوا كيانات اقتصادية عشان نتحد كلنا ضد كيانات خارجية بره مصر، زي الشركات العالمية اللي بتعمل حجوزات للفنادق وكل خيرها وكل ضرائبها وكل مكاسبها بتطلع بره البلد. احنا لا، احنا مصر، احنا شركات عندنا قانون وعندنا دور مجتمعي ده ناحية بلدنا، نتكتل ونعمل تكتلات ونظام اقتصادي بحيث ان احنا نحجز للزبون اللي بره، نعمل زي ما بيقولوا بلاتفورمز على الانترنت بحيث ان احنا نحجز للاجانب عندنا في مصر وندفع ضرائبنا ونفس الخير كله يبقى جاي عندنا. اهم حاجه احنا بنفكر فيها واهم حاجه لازم الدوله تفكر فيها هو الطيران. بدون طيران مفيش سياحة. اللي بيتحكم في سوق الطيران العالمي هو اللي بيتحكم السائح هيروح فين. لازم مصر كدولة وكوزارة طيران تندمج بشكل ما او تعمل بروتوكول جامد مع وزارة السياحة بحيث ان احنا نبدأ نسير طيارات خاصة بينا، بدل ما هي خطوط مصر للطيران والنيل وكايرو وبعض الخطوط اللي شغالة في المجال المصري بدل ما هي شغالة على خطوط خسرانة ما بتكسبش، لا نعمل بيها شارترز، اجيب بيها ناس من اليابان، من الفار ايست، من الدول الاسكندنافية، كل الدول اللي احنا مفتقدينها في السوق الفتره اللي فاتت بسبب الاحداث. لا احنا نبدا نسير ليها طيران وده اللي هيفرق معانا كتير. بلاش يعني دول زي تركيا هي اللي بتتحكم في قدوم السياح شرق اوروبا والروسي. ليه انا ما اروحش بنفسي اجيب الزبون بنفسي؟ ليه يبعت لي دايما بقايا السياحه اللي بيجي له عنده؟ ليه يبعت لي ناس بس في الفتره بتاعت الشتاء اللي هو ما ينفعش يشتغل فيها، ولما تيجي عنده فتره الصيف ما يجيبليش اي حد خالص؟ لا الطيران مهم جدا جدا جدا. المرشد هيقدر يفيد الدولة لو وزارة السياحة تقدر تعمل بروتوكول مع النقابة ومع المرشدين ان هم يبدأوا يشتغلوا وهي تمدهم ببعض المعلومات والامكانيات، تديهم الحريه والامكانيات الماديه ان هم يقدروا يتواصلوا مع البلوجرز دول ويقدروا يجيبوهم مصر ويعملوا لهم التورز ديت والفيرتشوال تورز او اللي بيسموها الجولات الافتراضيه اللي هي برضو بسبب موضوع الكورونا الناس بدات تتوجه ليها. احنا ممكن نعملها كمرشدين ونسوق للناس يتفرجوا عليها ويتفرجوا على جميع بلادنا وهم في مكانهم لغايه ما يسمح لهم الوقت والفاكسين يظهر للعالم كله. ايه الجولات الافتراضيه؟ ان العميل او الزبون او السائح مش قادر يجي مصر فيقدر يشوف بعيون المرشد وبالكاميرات الثلاثيه الابعاد جوله في المتحف المصري الجديد في الهرم كانه موجود. حلو قوي. دي اسمها الجولات الثلاثيه. في دول كتير قوي خدت فيها شط وخطوات واسعه. احنا دايما متاخرين. ليه؟ لان المرشد ما عندوش لينك انه ينفذ الحاجات دي، ما عندوش سبورت، والشركات عايزه مكسب مباشر ليها. فده الجمال والميزه بتاع شركتنا ان احنا عندنا الهدف وبدأنا يبقى عندنا القدرة القانونية. ينقصنا بقى دعم من الدولة ووقوف مع الدولة لينا عشان نقدر ندخل للدولة جزء كبير مش موجود من السياحة اللي بيلف العالم كله بس ما بيجيش مصر الفترة دي ان شاء الله. وان شاء الله كده يعني تنقضي هذه الأزمة ربنا كريم إن شاء الله وتنفرج السياحة مرة أخرى يا رب يا رب إن شاء الله، ويثبتكم إن شاء الله على إن أنتوا تكونوا متميزين في مجال الجذب السياحي إن شاء الله، وبالتوفيق في المجال السياحي الجديد. وأول مرة المرشدين السياحيين يتحدوا لعمل شركة خاصة بهم سياحية. أنا بشكركم، نورتوني النهاردة.
احنا بنشكرك جدا على الفرصه دي. العفو على ايه، نورتوني، ودايما متجمعين على خير بلدنا والخدمه بلدنا ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. شكرا. سعدنا بكم اعزائي المستمعين، وسعدنا بضيوفنا استاذ ياسر سمير واستاذ ابراهيم محمد المرشدين السياحيين. سعدنا بكم اسره التنفيذ على الهواء هندسه اذاعيه عماد محمد. سعدت بكم شيرين الدسوقي. القاكم في الاسبوع القادم باذن الله، واترككم في امان الله بصحبه بهاء الملكي وساعه كوره.